الصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خير ما نبدأ به الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أول مرة تشوفوا قناتي ما أتمنى منكم لايك واشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وربنا يا رب يعود عليكم وعلى المسلمين بخير. النهاردة بإذن الله جاية بديل العلف. طبعا العلف بقى ب25 جنيه وفي زيادة يعني كل مدى وبيزيد. فانتي بقى جايبة 10 فرخات 15 فرخة بديل للعلف دوت. في حاجة سحرية جميلة قوي انا مقطعها له، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بسم الله والحمد لله، يعني ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك. ربنا يبارك فيهم يا رب ويصلح حالنا وحالكم جميعا. ما شاء الله الاقبال على اكلها جميل، يعني بسم الله ما شاء الله. ارجعوا الفيديو اللي هو بتاع الفراخ اللي قبل ده، قبل بفيديوهين 3 هنزله لكم ان شاء الله في العلامة الاي فوق الفيديو باذن الله، عشان تشوفوا الفراخ اللي انا عودت نفسي ان انا مش اشتري مثلا كل يومين كيلو، كل يومين 2 كيلو. فاهمين؟ مش لازم كل يوم علف عشان توفري. وبسم الله ما شاء الله وزنها حلو، يعني لو على الشهر 30 يوم او 35 يوم، كيلو ونص مش وحشة، حلوة جميلة وبتقضي اليوم وبتقضي الغرض معاكي. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله حلوين. دول عمرهم ان شاء الله باذن الله 13 يوم، يعني 13 يوم بسم الله ما شاء الله. قعدت معاهم اول اسبوع، حضنتهم بالعلف اللي هو الناعم الصغير، وبعد كده ايه عشان طبعا نوفر وتبقى هي براحتها، يعني تقعد 40 يوم، تقعد 30 يوم، تقعد 50 يوم. الدورة بتطلع بسم الله ما شاء الله على 40 يوم. بسم الله ما شاء الله أوزان حلوة، وهوريها لكم احنا مع بعض في الفيديوهات إن شاء الله. اتمنى منكم اللي تشوف قناتي تعمل اللايك والشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ده بديل العلف، هقول لكم عليه ايه عشان ما نطولش الكلام وتقولوا لي ايه يا نوجة انت بتتكلمي كتير والكلام ده. انا عندي كوسة، الكوسة فعلا بسم الله ما شاء الله تحفة 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 جميلة، بسم الله ما شاء الله. انا جبت الكوسة من السوق، هيبقى ال4 ب10 ال3 ب10. فاهمين؟ انا عندي هنا مكان فاضي كده حطاه وفرشاله فرشة حلوة، كنت مقطعه لهم عيش اللي هو المنطر على القماشة ده. وبسم الله ما شاء الله حطيت لهم الطبق. يعني مش ملاحقين وبتخانقوا عليه، هتشوفوا الفيديو معاكم اهو. بسم الله ما شاء الله. جبت الكوسه وخرطيها خرط ناعمه صغيره خالص، يعني كأنك بتقطعي بصل. يعني شايفين التخريطه صغيره ازاي؟ لو دققتوا في الفيديو هتشوفوها وهي صغيره. انا كنت ماليه الطبق ده بسم الله ما شاء الله وكلوه او عايزين تاني. هتقولوا لي الكوسه ميه يا ام نور او يا نوجه؟ هقول لكم لا، انا الكوسه بقطع عليها عيش. تبقى انت العيش ده العيش البلدي، انا عشان اقطعه وبدل ما يتعب ايدي وانا بقطعه ببيته لتاني يوم بيبقى مفرول معاكي. تقوم انت عاملاه زي العلف اللي هو اللي بتشتريه من بره، بتلخبطيه على الكوسه، او لو عندك اللي هي العيش هتلخبطوهم الاتنين مع بعض وتعملهم عندك الكوسه لوحدها، حلوه وجميله وزي الفل. بديل العلف فعلا والله العظيم. يعني لازم توفر عندك ورق كوسة، عندك ورق كرنب قطعيه وخرطيه تخريطة. شايفين بسم الله ما شاء الله الفصلة بتاعتهم ايه مليانة بسم الله ما شاء الله. اللي تشوفوا الفيديو ده يا بنات لو اول مرة تشوفوا قناتي، اتمنى منكم تنوروني وتشرفوني في قناتي. ربنا يجعلكم خير يا رب باذن الله ان شاء الله، وتكبر بيكم وليكم ان شاء الله باذنك يا رب. ادي الفيديو معاكم وهتشوفوا الصوت معانا. انا ما قطعت الصوت الفراخ عشان تشوفوا اللي بسم الله ما شاء الله من غير اي علاج ومن غير اي حاجه. انا ما بحطش علف، عدى 15 يوم خلاص ما بحطش علف. عندي لقمه رز فايده في البيت بقطعها لهم، بفركها لهم كده في الشمس شويه، او تصفيها، او تبقى عندك في الحله تديها لهم هياكلوها برضو بسم الله ما شاء الله. لازم تعوديهم، مش لازم العلف. والله العظيم العلف دوت يعني هو غلى 25 جنيه وملوش، ما بيديش طعم في الفص او في الفرخة. ما بيديش مثلا ما تذبحي بتبقى طعمها مش حلو زي ما انت عودتيها على اكل البيتي، او بالمعنى اصح الفراخ زي الفراخ البلدي يعني.
اي حاجة عندك، عيش مكسر، دقيق، قصدي كوسة، عندك بطاطس خرطيها، بطاطس قديمة عندك كده بتبقى بطاطس صغيرة مش محتاجة، لو بطاطستين خرطيهم هتبقى جميلة ما شاء الله. فيها اوريكم الوصفات ديت، انا قلت اما اوريكم الاول ايه. الكوسة دول عمرهم 12 يوم، يعني هما حلوين يعني مش وحشين، بسم الله ما شاء الله. الذرة ديت انا عاملة قبلها دورة، كانت دورة رمضان، بس دي جبتها قبل رمضان مثلا بكام يوم يعني. يعني هما النهاردة 27، 27/3، بتهيألي تمين 13 يوم 12 يوم حاجة زي كده. خلاص يا بنات، انا جايباها من قبل رمضان بحاجات بسيطة، بس مش فاكرة كان يوم ايه. بتهيألي يوم حاجة زي كده، مش فاكرة. بس بقى ايه، بسم الله ما شاء الله، الفرخة صحته حلوة. ربنا يبارك يا رب، اللهم بارك. ربنا يا رب يتربوا كده ويكمل تربيتهم على خير، وهوريهملكوا يوم بيومه وهم بيكبروا معانا ان شاء الله بإذن الله. اتمنى دعمكم ليا باللايك والشير والسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله. شوفوا الفيديو بقى معايا يا حبايبي، بشكركم ومع السلامة. شايفين اهو، انا قبل ما اقفل معاكم انا بوريكم فيديو. شوفي الفرخة اهو، بسم الله ما شاء الله، صحته حلوة والصدر جميل ما شاء الله. والله انا بلخبط في اكله بصراحة، يعني مش لازم العلف، انا مش مستمرة على العلف، عشان لا تقولك العلف بيكبر والعلف بروتين ومش عارفه ايه. انا بجيب كل كام يوم كيلو، انا مش كل يوم هجيب انا مثلا 2 كيلو ب50 جنيه. يبقى ايه التوفير في كده؟ مفيش توفير. خلاص يا بنات، يلا مرة تانية بتمنى منكم دعمكم ليا في قناتي اللي هي الشغالة دي. الله يبارك لكم يا رب، ويجعلها باب رزق ليا وليكم بإذن الله إن شاء الله. وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، عندي أمل كبير في ربنا، عندي أمل كبير في ربنا. ربنا ما بيخذلش حد، طول ما انت حلمك بتقول يا رب، يا رب اجبرني، يا رب اجبرني جبرني بتعجب له خلق الأرض، خلق السماء والأرض. اللهم آمين يا رب العالمين. اجبرني وكبر قناتي، طول ما انت مع ربنا ربنا مش هيضمك أبدا بإذن الله. أرجو منكم دعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم من كل قلبي.